اللي كيقرا على الجن ماشي بحال اللي كيعيش معاهم، واللي كيعيش معاهم ما عمره ما يبقى كيف كان في الاول. سهام بنت في اواخر العشرينات، ساكنه في حي شعبي في كازا، كانت خدامه في مكتب ديال المحاماه، خدمه نقيه ساكته ما كتدخلش في شي حاجه ماشي ديالها، من النوع اللي كتصحابو عايش ما بين الاوراق والقانون، ماشي بين الطلاسم والعوالم الخفيه. ولكن القدر ما كيهتمش بالنوايا ديالك، راه يقدر يشدك من فضول بسيط ويشدك شده ما تلقى منها حتى مخرج. النهار اللي بدات فيه القصه كان نهار الجمعه، الساعه قربات المغرب. سهام كانت راجعه من الخدمه، دايزه من واحد الزنيقه قديمه فيها جامع مهجور. قدام الباب ديالو كاين واحد الشيخ كيبيع كتب قديمه محطوطه، كتب صفراء كحله، غلافات ما بقى فيهم لا حروف لا عناوين. عينين سهام وقفات على واحد الكتاب كحل بلا عنوان، الغلاف ديالو في واحد النقش غريب ومعاه رموز ما كتبان حتى شي خط من خطوط الارض. سولات الشيخ بشحال هذا الكتاب، شافها ودور عينيه وقال لها هذا الكتاب ما خاصوش يتباع، راه كنت غادي نحرقو. قالت لي شنو علاش تحرق هذا الكتاب؟ جاوبها بجمله بارده، قال لها ماشي كلشي خاصو يتقرا، ولكن الفضول كيعمي. عطات ليه 10 دراهم وخدات الكتاب ومشات. ديك الليله كانت بوحدها، الوالد والوالد ديالها كانوا ناعسين، الضوء طافي، شعلات الشمعه وبقات كتقرا داك الكتاب وسط واحد السكون اللي كان غريب. الصفحات الاولى كلهم كانت فيهم رسومات ودوائر، كلمات باللغه العربيه وبعض الجمل بحال شي طلاسم. اول صفحه كان مكتوب فيها واحد العباره، اللي قرا هذا الكتاب دخل العهد، والعهد ما فيه تراجع. ضحكات وقالت هاد الشي كامل مجرد خرافات. ولكن ملي بدات كتقرا بصوت عالي الشمعة طفات والريحة في الغرفة تبدلات، ومنين شعلات الضوء لقات الكتاب مفتوح على صفحة جديدة ما كانش شافتها، وكتقول أنا ما كنتش ناعس، كنت كنتسنى. في ديك الليلة سهام حلمت براسها ناعسة في وسط مقبرة، القبور بيضة والسحاب كيحجب القمر، ومن بعيد كان جاي راجل طويل كيجر شي حاجة في الأرض. قرب منها وقال لها بواحد الصوت قلتيها بصوتك وسمعتها، دابا انا جاي. فاقت مخلوعه عرقانه، الجسد ديالها كله كيترعد. من داك النهار حياتها تقلبات، ولات كتسمع اصوات في النهار كتجيها رعشات بلا سبب، وبدات كتحس بشي حد كيتنفس حداها وهي بوحدها في الغرفه، كتسخن وكتبرد وكتحس بلسانها كيتقال بحال الكلام ما بقاش باغي يخرج منها. نهار اثنين وهي في المكتب سمعت واحد الصوت داخل ودنيها كيقول قولي ليهم يسكتوا راهم كيضربوا في صوتي. ما عرفاتش واش هادشي غير تخيلات، ولكن الصوت رجع وبدا كيغوت بزاف حتى ولات ما قادراش تسمع الناس. فاش طلعت تشوف وجهها في المرايه ديال الحمام لقات شي حاجه مبدله نفس الوجه، ولكن العيون فيهم شي نظره غريبه، نظره كتخوف. بدات كتهرب من الخدمه وكتنعزل وكتخاف من الظل ديالها. الكتاب ما بقاش في الغرفه، ولكن في كل بلاصه كتقلب فيها كتلقى ريحه العود ممزوجه بالرماد. كل ليله كتحلم بنفس المقبره ونفس الراجل، ولكن هاد المره ولا كيقرب اكثر، كيتنفس عليها وكيقول قريب قريب نكمل السكن. في واحد الليله خرجات حفيانه لقاوها ناعسه حدا الجامع القديم. الوالد ديالها والام ديالها ما بقاو فاهمين والو، وهي ما كانتش عارفه كيفاش وصلت حتى لتما. الرقات بداو كيجيو، واحد قال لهم مس خفيف، واحد قال لهم تابعه، ولكن واحد الراقي كبير من فاس شافها وقال هاد البنت قدمات راسها، الكتاب اللي قراته فيه عهد مكتوب ماشي كلام، وقراته بصوتها، يعني هي اللي دارت الربط، ودابا راه ماشي هي اللي كتحكم في الجسد ديالها. وتما بدات المعاناه. كل جلسه ديال الرقي كانت بحال شي حرب، الجسد ديالها كيتلوى، الصوت ديالها كيتبدل، وعينها كيتبدل لونهم. كانت كتضحك وسط القران وكتقرا ايات بالعكس وكتقول راكم ضعاف، هي اللي دعاتني وانا جيت نسكنها. ودابا ما بقاش كتحكم في راسها. الناس بكات، الام طاحت في الارض، وحتى الفقيه بقى بلا صوت. دازت 5 ايام بلا نوم وبلا اكل، وكلشي ولا كيشوف سهام بحال شي جسد فارغ عايش بلا روح. حتى في الليله اللي شافوها واقفه قدام باب الدار كتحاول تطلع للسقف، وقفات وبدات كتقول بصوت راجل من السقف نخرج ولا من عظم نغرس، هي تختار. جاوبوها وسدوا عليها وبدات الحرب الكبيره. الراقي بقى كيقرا عليها وهي كتضرب، كتهرس، كتغوت، كتضحك، كتبكي، وكل جمله كتقولها كانت كتشل القلوب. انا ماشي منكم، انا من عهد قديم. 3 شهور والرقيه مستمره، الغوات، غيبوبات، بكى
حتى لواحد النهار قرات سورة الفاتحة من فمها وبدا الجسد ديالها كيتهز، وبصوت خافت قالت خرج خرج، ولكن غادي يبقى قريب. تهدنات، ناضت، وأول مرة هضرات وقالت رجعت. حسيت بالجسد ديالي، ولكن الراقي قال كلمة وحدة خرج، ولكن ما مشاش بعيد، راه كيتسنى وكيقلب على لحظة الضعف باش يرجع. سهام دابا رجعت تعيش، ولكن حياتها تبدلات، ما بقاش كتقرب من الكتب القديمه ولا من اي حاجه عندها علاقه بالغيب. كل نهار كتقرا سوره البقره وكتبت ايه الكرسي في كل حيط في دارها، وكل ما كدوز بحدا الجامع القديم كتشد قلبها، لحقاش ما بقاش كتشوف الشيخ، ولكن في باب الجامع باقي كاين واحد الكتاب كحل مخبي وسط التراب. ماشي كل كتاب خاصو يتقرا، وماشي كل باب خاصو يتحل. اللي كيدخل العالم ديالهم يقدر يخرج، ولكن عمرو يخرج سالم. ما تخليش الفضول يفتح عليك باب جهنم، وما تنساش بكلمه مكتوبه بخط غريب، راها تقدر تكون عقد وانت اللي كتوقع. الا وصلتي لهنا دير اشتراك في قناه نص الليل، حيت هنا كاين قصص ما كتلقاوهم لا في التلفاز لا في اليوتيوب لا في شي كتاب، غير هنا وسط الرعب اللي كيجي بصمت.